كفتة الحيتي مش هنجيبها من المطعم تاني، احنا جبنا المطعم في البيت. كل اللي هيدوقها مش هيصدق ان انتي اللي عاملاها، من شكلها وطعمها وريحتها بجد تحفة. خطوات مهمة هتخلي الكفتة زي اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط. طعمها كان لذيذ جدا. اول حاجة انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة وما يكونش فيها دهون كتير، بصلاية وسط، فلفل رومي احمر وفصين توم وعودين كزبرة. هضرب البصلاية في الخلاط وهصفيها من المية كويس، وهنخلي المية مش هنرميها، والفلفل برضو. هنضربه في الخلاط وهنصفي ميته مع مية البصل. اهم حاجة نصفيهم كويس قوي، ما يبقاش فيهم مية خالص عشان الكفتة ما تفكش مننا. هنحط بقى على اللحمة المفرومة البصل والبقدونس متقطع وفصين الثوم والفلفل، نعجنهم مع بعض كويس بايدينا. نخلطهم كده مع بعض، وبعد ما هنخلطهم مع بعض هنحطهم تاني في الخلاط لحد ما تجيلنا كده الخليط زي بتاع الكفتة اللي احنا بنشوفها في المحل بالظبط. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ هنضيف عليها بقى التوابل. اول حاجة 3 معالق من البقسماط الناعم، بعد كده نص معلقة من البابريكا والسبع بهارات والفلفل الاسود والملح، ومعلقتين من خلطة كفتة الحاتي. لو مش عايزة تحطيها ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس هي بتديها ريحة وطعم حلوين جدا. معلقة سمنة. نخلط كل ده مع بعض تاني كويس. عايزة اقولك من قبل ما تستوي وهي ريحتها بجد كانت تحفة والوانها خطيرة. هنجيب بقى صينية ندهنها كده بمعلقة سمنة، هنبتدي نصبع الكفتة. ممكن تصبعيها على عود خشب، على سيخ كفتة زي ده. لو في شفاطة تخينة شوية ممكن تصبعيها عليها عادي جدا، اي حاجة. وهناخد بقى من مية الفلفل ومية البصل ونصبع بيها الكفتة ونعمل فيها الدواير دي، بتخلي شكلها حلو جدا. كمان بقى مية الفلفل دي هتدي لون حلو قوي للكفتة، وكمان بتديها طعم، يعني مش لون بس. احنا محطناش صلصة خالص، وهتشوفوا خدت لون حلو ازاي. هصبع بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. النص كيلو من اللحمة عمل 10 صوابع من الكفتة، بس ده حجم كبير، ممكن تصغري الحجم شوية وهيعمل معاكي كمية اكبر. هندخلها بقى الفرن
على درجة حرارة 220 على الشبكة لحد ما تاخد لون وتستوي. هنعمل بقى رز بسمتي مبهر، معلقة كركم، معلقة كاري، ليمون مجفف، وعود من القرفة، والملح. وده نص كيلو من الرز البسمتي. هنضيف له بقى المية، وحطينا كمان ورقتين من اللورة. اول ما يتشرب ميته هنوطي عليه لحد ما يستوي. بس مفلفل بقى ولونه حلو وطعمه كمان كان حلو جدا. هنعمل كمان عيش التورتيلا، سهل جدا. كوباية من الدقيق، معلقتين من الزيت، رشة ملح، وتلت كوباية مية سخنة هنزودها بالتدريج. نعجنهم مع بعض كده لحد ما نلاقي العجين بقى كويس معانا واتخلط كويس. لحد ما العجين يبقى بالشكل ده هنعمله على 3 كور كده. كوباية الدقيق بتعمل 3 من عيش التورتيلا. مش بنسيبها ترتاح ولا هتتخمر ولا اي حاجة. نفردها كده على الدقيق. سهل جدا. مكوناته كمان قليلة قوي، يعني هو شوية دقيق ومية وزيت. هنحطهم بقى على طاسة على نار وسط. بصوا هو بينفخ ازاي، بصوا شفتوه حلو جدا. انا مش دهنة اي مادة دهنية على الطاسة. هنقلبه على الوشين لحد ما ياخد لون ويستوي وهنطلعه. بصوا بقى الكفتة وجمال الكفتة وطعامة الكفتة، بجد طعمها كان حلو قوي. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم ايه. هتعجب كل اللي هيدوقها. عيش التورتيلا بقى كمان معاها. بجد الأكلة دي طعمها حكاية. ولا نطلب بقى حاجة من المطعم ولا أي حاجة، ده أنضف وأطعم بكتير من اللي احنا بنجيبها. بصوا من جوه كمان عاملة ازاي. العيش التورتيلا والطحينة كمان. اتمنى بقى ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك. لو لسه ما اشتركتوش في قناة الطبخ مع أميرة تشتركوا. الكفتة لونها وطعمها خطير.